قال الشيخ ينبغي أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات وأحفظهم للفرائض والمأمورات، كذلك يكون هو أحفظ الناس عن الواجبات. كما يقول سيدنا الشيخ محمد الكبير، يقول لك الفرائض هي حصون من ذهب، والسنن هي حصون من فضة، والنوافل والآداب هي حصون من خشب. الإنسان يحافظ على الفرائض، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ثم قال ما تقرب إلي عبدي ما افترضته عليه. لابد أن يكون أحفظ الناس عن الفرائض، محافظة على الصلاة، محافظة على إخراج حق الفقراء في المال الزكاة، المحافظة على صيام رمضان، المحافظة على النصيحة الدعوة إلى الله، المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحافظة على بر الوالدين واجب، المحافظة على حق الجار. يكون أحفظ الناس. هذا المريد للدار الآخرة هو أحفظ الناس، لأنه يغار على الله تبارك وتعالى، فهو أحفظ الناس للمأمورات وللفرائض وأحرصهم على القربات. كل شيء ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى هو المبادر له. إذا في الصيام هو يبادر في الصيام، ما يزهدش لا في صيام عاشوراء ولا في التسوعة ولا في الصابرين 6 أيام من شوال ولا في الاثنين والخميس ولا مرة في الشهر ولا 3 أيام في الشهر. كذلك القربات من النوافل، يحافظ على الرواتب تاع الفرائض، يحافظ على تحية المسجد، يحافظ على صلاة الضحى، يحافظ على كل ما هو يتقرب إليه. هو أشد الناس محافظة على القربات. وأسرعهم إلى الخيرات. كذلك المريد هذا ينبغي أن يكون هو أسرع الناس إلى الخيرات، كل ما فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مفتاح للخير مغلاق للشر. هذا هو المؤمن. شو المؤمن؟ كل حاجة تأخذ هو اللي يفتح، حاجة تأخر هو اللي يغلق. مفتاح للخير مغلاق للشر. هذا هو المؤمن. والشريعة قائمة على ماذا؟ قائمة على درء المفاسد، غلق الشر، وجلب المصالح. شريعة كلها الأحكام الشرعية بدها من باب المياه، باب العبادات، باب المعاملات، قائمة على جلب المصالح، إما الدينية، إما المصالح المالية، إما المصالح العقلية، إما المصالح المتعلقة بالشريعة، أو تدرأ مفسدة إما على المجتمع، إما على النفس، إما على النسل، إما على العقل. لذلك قال الشيخ: وأحرصهم على القربات وأسرعهم إلى الخيرات. فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله. أنت وش مريد؟ سمينا مريدين، نحن مريدون، أي نريد الله. كيف تريد الله ولا تقبل عليه؟ تريد الله وتنساه؟ تريد الله ولا تقبل على ما يقربك إليه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال: فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته، والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته، ويتفرغ عن كل ما يشغل عن الله من الشواغل الدنيوية ومن الحرص على الدنيا. فهو الدنيا لا يبالي بها، المال لا يبالي به، الزخرف في الدنيا لا يبالي به، وإنما هو يسعى لكل طريق يقربه إلى حضرة الله تبارك وتعالى. وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته. شحيح على أنفاسه بمعنى يعني أنت كل نفس تنفس به أو تنفس. يقال أن الشيخ مصطفى العلوي رضي الله عنه ما كان يرقد، اختم البارح معه الشيخ العلوي كش يرقد أرقد. الله 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 يرقد والله، يعني حتى هذاك التنفس تاعو لله، رقد تاعو يعني النفس، يعني حتى النفس يذكر الله بأنفاسه، بعدد أنفاسه، يعني يذكر الله بعدد أنفاسه حتى هو راقد قلبه يذكر. ذكر العلماء يقول كل الإنسان يكون عنده حظ من الذكر القلبي. تاك مثلا ماشي في الماشينة ولا ماشي في السيارة، مليح تذكر الجهر مليح مطلوب، لكن ذكر قلبي عود نفسك اذكر هذا ساكت وقلبك ينطق، قلبك ينطق. الذكر القلبي، لأن الذكر القلبي هذاك راهو باطني، كما يقولوا حاجة أنكاستري، النور أنكاستري. أنت مليح تكون عندك النور الظاهر، لكن مليح يكون عندك النور الباطني بالذكر القلبي. حتى أنت تقول لا إله إلا الله، ما تقولش فقط بلسانك، لسانك واستشعرها بقلبك، أرسمها
لا إله إلا قل الله، اذكر صمها في قلبك، فأنت تنطق بتلك الكلمة وتخرجها من قلبك. لكي يروى أن أحد الشياطين، أن أحد الصالحين اكشف ربي شاف شيطان متصور على صورة بشر، صار واحد في الجامع يعبد ربي يصلي النوافل، الشيطان جاي يدخل ما قدرش، لكن الصالح كشف عليه قال له يا هذا من أنت؟ قال أنا الشيطان. ادخل الجامع. قال لا، شاف دخل الجامع هذاك الصالح شاف واحد راقد وواحد يصلي يعبد. قال وقيل هذاك اللي يصلي له حقك. قال والله ما ذاك، هذاك ألعب به لاعبا، هذاك نلعب به هذاك. قال هذاك النايم هذاك حرقني بالريحة يا عمر، حرقني هذاك الراقد. قال هذاك اللي حرقني، هذاك لأنه قلبه ينبض بالله الذكر، لعل هذاك يعبد ويصلي لكن الجسد ده يصلي والقلب، ولكن القلب ما كاش، أو يذكر بلسانه لكن القلب لا. قال الشيخ ينبغي أن يكون شيخنا بخيلا بأوقاته، ما عندكش وقت أصلا، أنت ما عندكش وقت، أوقات كلها تستغلها فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. ولا يصف منه قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه، إلا فيما يقربك من ربك. كي تجي دير أي عمل قل هذا العمل هو أهم دير. رما رأك في المجلس تمازح مع خوتك، معليش تدخل فوق الشر على أخوك، أخيك نعم، بس كي يولي الكلام في الغيبة هذا الكلام ما ينفعنيش، هذا يضرني. الكلام على الدنيا لا أنا ما أعرفهاش، هذا تاع الدنيا دي ما أعرفهاش. تتكلم واحد يتكلم على شيء ما تكرر، واحد اللي يعشق حاجة، اللي يعب حاجة ويتكلم على ما. يروى أن قيس هذا اللي كان يحب ليلى، هذا قيس خطرة واحد قال له هو كان جايز في القرية تاع ليلى، واحد يقول يا ليلى، وقال له نعم. هذا قيس قال له نعم، خلاص فينا فيها. واحد تقول له يا رسول الله يسلك هكا، وعلى خطفاني في الرسول الله، وتقول الله يفنى به، وتقول له كل واحد كل واحد فاش يعشق. لذلك الإنسان لابد أن يكون تكرر الشيء حتى يتقرر في قلبك، تكرره. إذا لا تكرر الدنيا حتى لا تتقرر والعياذ بالله في قلبك. ويعود عليه بالنفع في معاده، وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها. ورد، يكون عندك ورد في الذكر لا إله إلا الله، ورد الصلاة على النبي، ورد في التسبيح، ورد في القرآن. اقرأ ولو حزبين في النهار، أقل شيء تقرأ حزبين في النهار. السلف كانوا يقولوا واحد ما يقراش حزبين يعني اللي يختم القرآن في أكثر من شهر هذه يسبوه من غافلين، يعتبروه غافل. هذا يعتبروه غافل. كثير من المفسرين قالوا وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال الذين يقرؤون القرآن فوق شهر، هذاك مهجور القرآن. لازم بقليل يكون عندك ورد حزبي، ورد في الصلاة على النبي، ورد في المحاسبة، ورد في الصلاة الليل ولو ركعتين. احنا على بالنا الإنسان ما يمش قادر يقوم بالليل يعني كما كان السلف. أبو حنيفة كان يقوم بالليل في ركعتين، يقرأ قرآن، يختم القرآن في ركعتين. الركعة الأولى يقرأ الفاتحة حتى ألا قال لم يقل لك الكهف، والركعة الثانية قال لك حتى صوت الناس. هذا أبو حنيفة يختم القرآن في ليلة واحدة رضي الله عنه وارضاه. يكون عندك ورد ولو قم بتركز ركعتين وشفع وتر. هذا قيام الليل. لا قيام الليل أي كل صلاة بعد العشاء تسمى قيام الليل. الليل كله اللي يبدأ بعد العشاء قيام الليل. من قام أول الليل فقد قام الليل، من قام وسطه فقد وقام. لكن أفضل قيام الليل هو قبل الصبح. إن الله يقول في آخر الليل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. إذن لابد أن يكون لك ورد من العبادات يواظب عليها. كذلك بعض الصالحين قال يكون عنده حتى ورد في الصدقة. ما تكون مثال واش هي الفرق 10 دنانير، واش هي الفرق هو ولا 10 حبات حلوة ولا خبزة 10 حبات. يدير ورد كل يوم يخرج 1000 فرق. ما يصعب هذا، ما يصعب. يخرج 500 زين ما يقدرش يخرج 1000 فرق كل يوم. قال لي كل يوم يخرج 1000 فرق ورد. إذا ما خرجش يوم غدوه يخرج 2000 فرق. باش انت يكون الليل تاعك يترقد في الليل عندك صدقت، عندك نصيب في الصدقة،
عندك نصيب صلاة على النبي، عندك نصيب لا إله إلا الله، عندك نصيب في الاستغفار، نصيب صلاة في التسبيح، نصيب في قراءة القرآن، نصيب في قيام الليل، نصيب في الصلاة الضحى ولو ركعتين، نصيب في الرواتب، نصيب في النوافل، نصيب في صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، نصيب في كل شيء، في كل أعمال البر. لو يكون عنده ورد ولو قليل، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر، ما يتركهاش. بعض الشيخ عبد الله حدث في كتاب آخر يقول لك حتى الإنسان يكون عنده ورد، مثلا احنا طولنا جبنا ساعة، احنا رانا جماعة طول، انت مشغول، معليش احكم سمحتك، معليش جايز جوز اذكر ربي هذا صلى على سيدنا محمد، معليش لأن القلب يذكر. يقول لك ولو بطقطقة السبحة، عندك كمية صلاة على النبي، جيب لي ولو بطقطقة السبحة، ولو بطقطقة ما تجوز ما تخليش تمر. إنه الشيطان يزينك العمل، يقول لك واش هذا التسبيح هذا غير ما تديرش باش يلهيك، باش تعطل، باش يعطلك انت جيبها ومكتوبه ان شاء الله، مكتوبه لكن اصل القلب يذكر. ولو بالطقطقه، يقولوا بالطقطقه السبحه لا اله الا الله، ولو القلب يقول لا اله الا الله، القلب يقولها كامله شامله، اللسان واش يذكرها كامله، لكن هذا اللي مشغول، يعني واحد مشغول، مرة كاين مشغولين. ولو ما تخليش اي الورد تاعك يروح ولو في عسر او يسر، وحتى كنت مريض في الفراش جيبها ولو هكذا، جيب ما تخليش العمل هذاك يروح. فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر المعاني. إذا كان يريد يكون عنده علاقة مع القرآن، كلام الله القديم، فليكثر من تلاوة القرآن الكريم، فليكثر والتدبر في معانيه. قلنا هذا الورد راح يحز به، لكن إذا الإنسان عنده فراغ يزيد، خاصة الصور الفاضلة التي ورد فيها الأحاديث في فضلها، مثل الدخان، ورد أنه لقاصة الدخان يصبح 70,000 ملك يستغفر له، ليقرأ صوت الملك كل ليلة أمان من عذاب القبر، يقرأ صوت الواقعة كل ليلة أمان من الفقر. يروى أن أبا الدرداء لما أحدث الوفاة وصدق كاع المال تاعو، قالوا يا أبا الدرداء ما تركت لأهلك؟ عندك عندك البنات، عندك أولاد، واش خليت لهم المال تاعك؟ صدقته. قال تركت لهم صوت الواقع، أمان من الفقر، ما يفقرش الصحراء. اللي يقرأ صوت الكهف في يوم الجمعة الله تبارك وتعالى يجعل له النور من الجمعة إلى الجمعة. هذه صور ياسين قلب القرآن، اقرأها للحاجات فهي تقضي الحاجات. عندك مشكلة، عندك معضلة، عندك كذا، اقرأ صوت ياسين بنية تفريج الكربات، تفرج بإذن الله. تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، تعلقنا بالقرآن الكريم. قال مع التدبر لمعاني، تقرأ وتتدبر، إذا كان عندك وقت تدبر، والترتيل لألفاظه، تقرأها مرتلة بإخراج الحروف من مخارجها، تقرأ علم التجويد. وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، لأن هذا الكلام مش كلامك، هذا كلام رب العالمين. لما تقرأ ياسين والقرآن الحكيم فلتستشعر بأن هذا عظمة من صاحب الكلام، عظمة المتكلم جل جلاله. ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرأون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية. لذلك ما تكونش يعني تقرأ بالتجويد ترتيل ما شاء الله كذا وانت غافل عن المعاني، قلبك تشوف غير الصوت، لا، صوت مليح، يكون مليح الصوت، لكن الصوت مع تدبر، أن تستشعر ما تقول. يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه والعياذ بالله، ولا يعلمون لأي شيء أنزل، ولو علموا لعملوا، لأن القرآن تقرأه لتعمل به. فإن العلم ما نفع، فإن العلم ما نفع. لكن يروى أن أحد المشايخ جاء تلميذ قال له يا شيخ في المسجد، هذاك مسجد بغداد، كان مسجد الشيخ يدرس الفنون، بارع في الفنون، ولكن شوية أخلاق شوية. وشيخ آخر يدرس الفنون، بعض الفنون، لكن تربية وأخلاق واستقامة وتقوى وورع. قالوا يا شيخ بما تنصحني؟
نروح ناخذ العلم عند هذا البارع العلم، ولا هذا اللي عنده علم لا بأس، لكن مش كما بارع كما هذا، لكن عنده الورع وعنده التقوى وعنده المحبة وعنده التواضع. قال له مرحبا معايا بدك نوري لك ما تجلس. هو راح للحلقة تاع الأول حلقة معمرة، فقيه، قال الشافعية، قال الحنفية، قال كذا، قال فلان في التفسير، قال فلان، قال الأصول الفلاني والمنظومات، حافظ قرآن. هو جلس ذاك الشيخ واقف، ذاك الشيخ شافعي، قال له إما تجلس وإما انصرف. قال له إما تجلس وإما انصرف. قالوا لا أجلس. ويجرب امتحن فيها. قالوا لأن في قلبي فيك شيء. قالوا أنت في قلبك عني شيء؟ إذا كان أنت في قلبك عني شيء فأنا عنك 70 شيء. أخرج يا عبد الله. خلاص. راح الثاني. وقف هكا. قالوا يا هذا تكرموا علينا وجلسوا معنا. قالوا لا اجلس. قالوا علاش؟ لما؟ قال لما يا شيخ؟ قال لي عندك في قلبي لي عندك شيء. سهل بدا يبكي. قال لي عندك في شيء. راح له يقبلوا يده، قالوا اسمح لي ما درت شيء، يعني شيء كذا وكذا، اسمح لي اعتذر كما قصرت في حقك، بتنقص لا بتنقص. شهادة التفت قالوا الآن عرفت مع من تجلس؟ عرفت الآن مع من تجلس؟ ما عرفت. قالوا عرفت مع من تجلس الآن. سبحان الله. قال الشيخ فلأن العلم ما نفع. وش فايدة عندك أنت علم الأولين والآخرين وما تعملش؟ وش فايدة؟ كي هذيك الشجرة نجيبوا شجرة الشتلات تاعها من أحسن الشتلات لكن ما عندهاش ثمار. وش فايدة؟ ما عندي ما ندير فيها. فإن العلم ما نفع، ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق، إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد. بالعكس الجاهل أهون منك، أنت عندك العلم وما تعملش به، فإن هذاك العلم يقول لك حجة عليك والعياذ بالله. فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه. ولذلك قال بعض الصالحين كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه. وليكن لك أيها المريد حظا من التهجد، فإن ليل وقت خلوة العبد مع مولاه فأكثر فيه من التضرع والاستغفار. يكون عندك حظ من التهجد ولو ركعتين بعد العشاء وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار. ذلك يروى أن أحد المشايخ جاء واحد قالوا يا شيخ عندي تقريبا 10 سنوات وأنا متزوج ما عنديش ذرية وأنا إنسان غني، ما سمعت بحكيم أو طبيب أو صاحب حكمة إلا وقصدته. يقول لي واحد عنده حكمة نروح لعنده، يكون في منيعة ولا يكون في تمرست. يقول لي واحد عنده بروفيسور كبير في الولادة وفي الأولاد في الجينيكولوجي، راهو في أستراليا، نحكم طيارة ودي زوجتي ونروح. قال قال طرقت كل الأبواب ولم يولد لي. ذاك الشيخ حبس راسه قال له طرقت كل الأبواب إلا بابا واحدا. خليت الباب كبيرة بس ما تدقيتهاش، دقيت على الباب الكبيرة. قال له يا شيخ تعرف ايش حكيم؟ أعطيني العنوان. عندك حكمة أنت؟ اكتب لي. قالوا ما. قال باب ربي. جمع الحديث إن الله يقول في الثلث الأخير من الليل هل من سائل؟ أعطيه. وش هو السائل؟ هذا يطلب المال، هذا يطلب الأولاد، هذا يطلب يتزوج، هذا يطلب سكنة، هذا كان ضيق ويوسع عليها ربي، هذا مريض هذا في كربة ويفرج عليها ربي، هذا في ضيق ويوسع عليها ربي. هل من سائل؟ الله تبارك وتعالى بجلاله يسأل يقول هل من سائل فأعطيه؟ ثلث أخير من الليل. هل من مستغفر فأغفر له؟
قال له يا شيخ واش ندير؟ قال له امر سهل. قال له قبل الصبح 3 سوايع ولا ساعتين تعودوا انت وزوجتك حمروا الرباي، انت وزوجتك انتم تطلبوا، انت كيقولوا لك فلان يعالج طبيب، انت تكري طياره وتخلص عليها 20 مليون والفيزا وكذا ودي معك الاورو وتكري فلوتيل ويقول لك تطلع الصباح باش يبدا يسجل، انت تجي على 2:30 تاع الصباح ولا تجي على 2 تاع الصباح، صح ولا لا؟ اذا الله رب الارباب اللي بيده ملكوت السماوات والارض بيده الارزاق، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، فيقول لك هل من سائل فاعطيه. عمر الرابع 2:30 3:30 انت وزوجتك صلوا مثلا يسمع القران واذكر ربي، اذكر ربي يفرج الله تبارك وتعالى. ربي كريم. قال نعم يا شيخ هذه سهله، هذه سهله، ندير 10 ربايع 10 ربايع يرنوا باش نوض بهم النوض نسال عندي دوموند تخسر والو، تك الدوموند كيف نمشي باش يرجع لك، كاين يرجع لك اشهر، كان يرجع لك على شهرين على عام، علاش ما يهمش، ربي يعطيك. بعد 3 أشهر جاء الشيخ قال يا شيخ أبشر فإن زوجتي حامل، فإن زوجتي حامل. نحكي لي واحد من القصبة هذا عمي 10 تعرفوا عمي 10 بلاد، عمي 10 كان اللي أذن في عنده ولد واحد يا عمي أحمد 21 سنة زواج ما عندوش درهم. قال لي أنا كنت ما نصليش، قال لي 19 سنة زواج بديت نصلي. قلت حلمت بنيتي دات في نيتي قال ندعي، قال لا نسبك الله اكبر السجود يا رب يعطيني ولد يا رب يعطيني، قال ما نعرف الدعاء يا رب يعطيني ولد علاش نعرف. هو يحسب مسكين هو بنيته يقولها، قال لي ولا غد دعيت ربي عامين رزقني ربي ولد. 23 سنه زواج رزقوا ولد واحد، واش عنده غير ولد واحد كما زوج غير ولد واحد. اذا يكون عنده نصيب، يكون الانسان هو الانسان عنده مرض في القلب، يا ربي قلبي مريض عالجني يا قلبي، يا ربي حبيت نوصل لحضرتك وصل. إذا يقول الشيخ محمد علي المالكي يقول لك يحكي في سيدي يوسف النبهاني الكرامة المعجزة، كرامة الأولياء، لا في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، تاع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلي واحد من العلماء دخل المدينة المنورة وخلص له دراهم، جاه خلاص جاه بكري ما كانش كما الآن الحمد لله، كان زمزم ونسمة السبيل، بكري ما كان والو لا شيء، جاء جوع خلاص. زار النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قالوا لي جيعان يا رسول الله، لي جيعان يا رسول الله، لي ضيفتك هذه جيعان. هو راح في الروضة هكذا تكسر هكذا ورقد، هو رقد 4 ساعات ولا يجي واحد قال له تعال، قال له انت شكون تتعوج عليك؟ قال له انا من اشراف المدينه، كنت داير قيلوله شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادرك فلان او ضيف عندك دبر راسك. هو من اغنياء تاع المدينه، من اشراف المدينه. اش قالوا روح معي تبعني. دخلوا للدار فرش له، جاب له جفنه تاع طعام، جاب له اللحم، جاب له الفاكهه، جاب له العسل، جاب له كل خير. قالوا هو المفتاح هاي الدار، هاي مسيرفه كي خرجوا مسيرفه بس انا نجي نعطيك مسيرفه تروح لدارك حتى تروح لدارك. يقول في يوسف النبهاني انظر، هذا طلب حاجه دنيويه فاعطيها، الم يكن اجدر ان يطلب الحاجه الاخرويه؟ فقال له اجعلني يا رسول الله نصاحبك يوم القيامه. ما يصاحب ما يرفضوا، ما يرفضوش. كذلك الانسان صح ملي تدعي الدنيا يمشي دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، ادعي الدنيا وادعي الاخره. قال يا رب اجعلني تحت جناح رسول الله يوم القيامه، يا رسول الله يا رب اجعلني في جوار رسول الله في الجنه. اذا سالتم فاسالوا الفردوس، هاك تسال الله تبارك وتعالى اسال حاجه كبيره، يا رب اجعلني في جوار رسول الله تحت جناحه، تحت جناحه. قد تكون تحت جناح والي، لكن تحت جناح رسول الله، تحت جناحه افضل ولا تكون تحت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، تدخل معاه الجنه، هذا افضل نعمه. لكن قال الشيخ وناجي ربك بلسان الذله والاضطرار عن قلب متحقق بنهايه العجز وغايه الانكسار،
واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. الله نسأل السداد والرشاد والخير بلاد العلم. عمي أحمد الدعاء وضو الله سبحانه شيني لا واحد سأد برس استقبيلي لا شيني جعل لك السر إن شاء الله والجماعة قال بالعلم النفع والقلب الخاشع والعين تدمع العلم ركن رفعنا ركن مفعال كنا واسور بيقرا ونزور بكم صلاة بكم صلاة بالعلم ان شاء الله نصدر بشوض ان شاء الله قالوني عددك انا غنعدي ان شاء الله يا رب المحب فينا امين يا رب المحب هذا ولا سيدي احمد بن يوسف الملياني الصالح سعيد احمد قال باقي هذا المقهور امين ديوان الرسول امين بارك اسمه هذا مخلول قال بالجماعه قلنا سجال ربي الشرط النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ربي الفرق النجي ان شاء الله وجعل ربي الفرق النجي ان شاء الله وجعل ربي قال لهم يعفى يغفر قال ربي ثفتها كسرها امين امين يا رب العالمين وبركك يا حمي يا ستار امين يا شيخ يعني شيخ علي مثلا الشيخ محمد الكبير والأئمة القدامى متقاعد اسمحنا بك تكلمنا لا تطفلون على حضر مائديتكم سمحونا بك لا بالعكس كنت تحت لا تسمح لي والله بس حقك لا هذا ولا اقل لا ليش علي لا ليش علي الله يجزيك الله يجزيك كلمة صغيرة خلاص لا يفتح لك شيخ علي الله ينفعنا بكم وسامحكم الله ينفعنا بكم امين بكم صلى اللهم صل وسلم ان شاء الله هذا المجلس محروم من جهنم امين يا رب ان شاء الله هذا المجلس محروم من جهنم امين ان شاء الله هذا المجلس محروم من جهنم امين ان شاء الله هذا المجلس محروم من جهنم امين ان شاء الله اللي كان هنا واللي تحب معنا في الله امين في الصحراء والله في الشرق والله في الغرب ولا في اي مكان كان وصاحب هذا المقام امين محرومين من جهنم امين الله يرزقنا بحب ربي امين والرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابه امين وحب القران الكريم امين وحب العزة بتاع الجلال بتاع ربي وبتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وبتاع الصالحين ان شاء الله ما نعرف واش نقول. الله يفتح عليك شوف سعيد يوفق الله يبارك يا ربنا ان شاء الله يوم ندير دعاء حرصون بس جعل ربنا البركه المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ربنا تلم الشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعل ربنا تشرب ولا من النور يا ربنا نسوي الطاعه يا ربنا ان شاء الله كلا ولي عبدنا اللي غندوم ان شاء الله يجعل ربنا كنا ان شاء الله ان شاء الله المعدن الخير المعدن الموعظة هذه ربي فتح مثل ورثة ولا الناس فتحت كل يجعل ربي يجعل الذكر راح ربي نذكر غير ربي نذكر غادي يحشر ربي نذكر يا ربي يشمل جنس نذكر يا ربي يحيونا في الذكر يا ربي نمس في اللاس يا ربي نستيس نتداويس نتوليس تبارك يا حبيبنا ربي تبارك يكون السبعة تبارك يكون وقت العلم الساعة امين سر بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حميد زاد عنده ولد أو جاب لنا اليوم